بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وفيديو جديد عند الحمام بتاعنا. انا عارف ان انا غبت عنكم المرة دي كتير، وطبعا كان غصب عني وهحكي لكم ليه دلوقتي. بس النهارده عايزين نقول ان فيديو بنعوضكم بيه، فيديو جامد، فيديو من احسن الفيديوهات اللي عملناها لحد النهارده، فيديو مليان كله مفاجآت، وعملنا حاجات كتيرة في الأوضة وغيرنا حاجات كتيرة، وفيديو معمول عشان نرد فيه على كومنت معين، مش كومنتات. واحد عمل لي كومنت معين كده، انا ما اعرفش انا عملته له عشان هو يعمل لي تعليق زي ده، بس هنوضح كل حاجه في الفيديو. تعالوا نبدا الفيديو بتاعنا وما نطولش في المقدمه. اهم حاجه عايزكم تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعالوا معانا نشوف الفيديو بيتكلم عن ايه والاحداث بتاع الفيديو بتاعتنا دايره ازاي. وطبعا عايزين نبدا بحاجه جميله كالعاده، حمام جديد. طبعا انتوا طلبتوا مننا نجيب حمام جديد كتير، واللهم لك الحمد، يعني الواحد ربنا كرم الفتره دي، فجبنا حمام جديد تاني، نوع مميز ونوع جميل، وكان نفسي اجيبه. معظمكم طلبتوه مني في الكومنتات، ناس كتير قوي طلبته مني ان انا اجيبه، فالحمد لله ربنا كرمنا وجبنا نوع الحمام ده. الاول تعال نبص الفيديو بتاعنا ماشي ازاي، ونشوف الاحداث بتاعتنا ماشيه ازاي، وبعد كده نشوف الحمام الجديد ونرد على التعليق بتاع الراجل المحترم اللي عمله لنا، ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي النهارده. فطبعا اول حاجه نبص علينا، ما شاء الله الله اكبر. طبعا عندنا فوزيه ما شاء الله عليها، الله اكبر، اللهم صل على النبي. حصت الاتنين، الله اكبر. طبعا فطمنا الزغلول من تحتيها، كلكم قلتوا سيبوه تحتها اسبوع كمان لما كنا منزلين فيديو شورتز ونقول احنا عايزين نفطمه، فمعظم الناس قالت سيبوه اسبوع كمان، فانا سيبته الحمد لله بقى تمام، معتمد على نفسه وكسر ريش كويس. وبعد كده ايه، باضت اللهم لك الحمد وجابت الحصويتين، وهنكشف على الحصى مع بعضنا النهارده ان شاء الله في الفيديو، وشوف الحصى اللي معانا كله ان شاء الله باذن الله. بعد كده تاني حاجه عندنا ما شاء الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، القص ايه، التعجين بتاعنا، ذكر الهزاز زي ما انتم شايفين ما شاء الله، والنتايه اللي معاه ديتي دي بنت القص الاسود الجماعيه اللي عندنا، بس هي ملطشه يعني في الالوان وكده ما شاء الله. تحتهم البطين، والبطين برده مخصبين، وهنشوفهم برده بالتليفون تاني زياده تاكيد، عشان طبعا حوار التخصيب ده كله هنعرف الموضوع كله دلوقتي بسبب الكومنت اللي جال على الفيديو الاخير اللي انا نزلته، وهعرفكم اللي احنا هنكشف على البيت كله مع بعضنا النهارده. تمام، مش هنطول كتير، يلا نخش على المفاجاه اللي جنبيها. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، العبايسه ما شاء الله جابوا البطين، بسم الله ما شاء الله، وغالبا الاثنين مخصبين برضه هنكشف عليهم. الحمد لله الزبل بتاع الحمام اتحسن بعد ما كان لونه اخضر زي كده، جبت لهم علاج للسالمونيلا زي ما انتم شايفين كده، اللهم لك الحمد الدنيا بقت تمام يعني شويه. المكان طبعا زباله عايزين يتنضف، بس ان شاء الله ننضف بعد الفيديو باذن الله، او ممكن انضف كمان يومين، لان انا بصراحه لسه جاي من الشغل دلوقتي فمش هقدر، انا اصلا بصور الساعه 11 الصبح ولسه جاي من الشغل يا دوبك فطرت، قلت اطلع اصور الفيديو وانزله لكم ان شاء الله النهارده الساعه 8 بالليل باذن الله. خش على اللي بعده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، قص الاسترالي الجميل بتاعنا ما شاء الله، تحتهم الحصويتين برضو، اللهم صل على النبي، جابت الاثنين بسم الله ما شاء الله. يعني اللهم لك الحمد، الخير كتير وربنا يبارك، وما شاء الله الله اكبر، فيديو جميل ومليان كله مفاجآت، ولسه اللي جاي احسن، كمل معايا للاخر عشان الفيديو بجد هيعجبكم. اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات لو ما صليتوش، والناس الجميله اللي بتعمل لنا لايك على طول عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وفي نفس الوقت تعمل لنا اشتراك عشان خلاص احنا فاضلنا تقريبا 30 متابع تقريبا، نوصل 2000، اقل من 30 متابع تقريبا. طبعا ما شاء الله ده الزغلول ابنه، شايفين ما شاء الله الله اكبر جته، اللهم صل على النبي، والزغلول تقيل بسم الله ما شاء الله، محمل، وشايفين العظم بتاعه، لا ما شاء الله الله، مش عارف هو لونه اسود ليه مع ان يعني ابيض واحمر، بس يلا مش مهم اللون، اهم حاجه ان الزغلول معانا تمام ان شاء الله باذن الله. برضو في حاجات هي ممكن نغير فيها، شايفين برضو مكان عايز يتنضف، انا عارف والله انا مقصر في التنظيف، بس انا غصب عني والله يا جدعان، شغلي بقى شغال الاسبوع ده ورديه بالليل، وشغل بالليل ده لو الناس اللي شغاله في مصانع ده، لو في حد بيتابعني شغال في مصانع وكده هيعرف ان شغل بالليل ده مقرف. انت بتمشي بالليل وبتيجي انت تقريبا شغال باليوم، في اليوم مرتين، بتمشي بالليل وتيجي بالنهار، تمشي بالليل وتيجي بالنهار، حاجه قرف. لا هنا لسه حمدنا ما بضتش، ولا جبت الحصوايه الاولى ولا ايه؟ لا لسه. شايفين الريش والمكان، لازم ننضف النهارده، لازم ننضف. طبعا احنا فطمنا الزغلولين، انت ما فطمناهمش، ذبحناهم، احنا قلنا ان احنا نذبحهم صحيح، خدنا الزغلولين تحتها ذبحناهم ما شاء الله يعني. بعد كده عندنا هنا الزغلول اللي احنا فاطمينها بقى ما شاء الله، ده ابن فوزيه ما شاء الله عليه، وده ابن القص العبسي، وده الزغلول الاسترالي ابن القص الاسترالي بتاعنا ما شاء الله، الثلاثه فاطمينهم هنا، وحط لهم اكل وميه لوحديهم. وتقريبا الزغلول ده عنده دمعه عين، يعني هو داخل على دمعه عين، هنحط له قطره من اللي عندنا ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لعلاج دمعه العين، الناس اللي ما تعرفش انا قلته كذا مره بس هعيده تاني، القطره دي نجيبها من الصيدليه البشري وتحط له منها 3 ايام ما شاء الله، بيفتح معاك والدنيا بتبقى زي الفل معاك. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الله اكبر، تعالوا نتفرج عليهم كده. شايفين الزغلول ده عاجبني قوي ما شاء الله يعني، ما شاء الله عليه، لا بجد الله اكبر، زغلول مرسوم الله اكبر عليه، جميل قوي، مستواه حلو، عاجبني قوي ما شاء الله عليه. بالنسبه للتعليق اللي حصل، كان من ضمن التعليق ان الاستاذ اللي عامل لي التعليق ده بيقول لي حمامك مستواه ضعيف واقل من المتوسط
على فكره انا ما قلتش ان انا جايب حمام ادخل بيه مزادات، ولا حمام ان انا ادخل، انا راجل على قدي، وانا مقتنع ومعترف بكده ان انا على قدي، وبقدم المحتوى مش عشان اخش اقول للناس ان انا بقدم حمام قوي، ولا انا بجيب مستويات بالوفات، ولا مثلا بجيب مستويات ادخل بيها مزادات واكسبها. لا، انا الفكره كلها ان انا عندي الحمام انا بربيه حبا فيه، وان انا غاوي ان انا اربي حمام. مش مهم المستوى، مش مهم، المهم ان انا بربي حمام لان انا حابب الحاجه دي، مش لان انا جايبها عشان اقول ان انا عندي حاجه احسن حاجه، وان انا بروح انافس الناس التانية، وان محدش عنده حمام حلو زي الحمام بتاعي. فاهم النقطه؟ ده لسه كمان انا هثبت لك اكتر ان انت، عشان الكومنت بتاعك ده هو مش في دماغي، والله هو مش في دماغي، بس حبيت اوضح الصوره ان انت لو مش هتقول كلمه حلوه ما كنتش دخلت وكتبت تعليق. انا يعني انا حرقك في ايه مثلا، ولا انا مثلا المحتوى بتاعي مش عاجبك في ايه؟ يا عم انت شفت الفيديو حسيت انه ما عجبكش، حاول خش على الفيديو اللي بعده. لا ايه لازمتها تخش؟ واحد دخل بالمناسبه عشان احكي لكم عن الموضوع، دخل فبيقول لي ايه، شايفين الاول دي ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله حنيه، مفيش بعد كده، طلعت الاثنين، اللهم صل على النبي عليه، الله اكبر. الاستاذ داخل بيقول لي ايه، انت جايب حمام، جايب بيض بايظ وحطه تحت الحمام، والحمام بتاعك ده اصلا مستواه ضعيف، وانت وكل الناس تلغي اشتراك وتعمل ابلاغ في القناه لان الراجل ده كذاب وبينصب على الناس. كذاب وبينصب على الناس ليه؟ وانا رحت قلت لك اشتري من عندي حمام ونصبت عليك؟ ولا معلش مثلا في الكلمه، انا يعني هجيب بيض بايظ مثلا منين؟ يعني انا هجيب كل البيض البايظ ده؟ ما شاء الله انا عندي الحمام كله تقريبا محصي، تمام؟ يعني عندي قص محصي هنا، وعندي قص محصي تحت هنا، ودول محصيين ودول محصيين ودول محصيين ودول محصيين، وهنا لا دول تحتهم زغلول، لا دول برضو تحتهم زغلول، وفي طبعا عندنا هنا كان حصى، في الفيديو اللي فات ده كان حصى وطلع، ودول كانوا حصى وطلعوا، اللي بتقول ان الحصى بايظ وان الحصى ما في مشكله، ودول تحتهم حصى، ودول كان تحتهم حصى وطلعوا، واللي هناك دول تحتهم برضو حصى، تمام؟ فانا هثبت لك، انا مش مضطر ان انا اثبت لك، ولا انا مضطر ان انا ابرر لك حاجه زي كده، بس عشان انا عايز اوضح لك نقطه ان انت لو مش هتقول كلمه حلوه بلاش تخش تقعد ترمي في الناس كلام وحش وتقعد تباظ في محتوى الناس. يعني انت استفدت ايه؟ ولا هتستفادي مثلا من تعليق زي ده؟ اصلك محتواك اقل من المتوسط، والحمام بتاعك ضعيف، والبيض اللي عندك ده كله بايظ، ويعملوا له ابلاغ عن القناه بتاعته خلاها تتقفل ليه؟ يعني انا عملت لك ايه مثلا؟ انا محتوايا عايزك في ايه؟ هل خدت مشاهدين من عندك؟ هل انا مثلا قلت الناس ما تتابعوش فلان الفلاني؟ انا اصلا والله ما اعرف اسمه ايه، اصلا والله ما اعرف اسمه ايه، انا بصيت على الكومنت ورديت عليه بكل احترام وقلت له ده من ذوقك وخلاص وسكت. بس هثبت لك كده ومعايا التليفون التاني، وهثبت لك كده واعرفك ان البيض اللي عندي كله ما شاء الله شغال، وان انا ما بقدمش محتوى وخلاص. ما علينا، انا عارف ان انا طولت في الموضوع بس كان لازم اقول الكلمتين دول. يلا نتابع الفيديو بتاعنا ونشوف ايه اللي حصل معانا تاني. طبعا احنا شفنا الجميله دي ما شاء الله عليها، بعد كده عندنا النتاس سيلفر دي ما شاء الله عليها محصيه الاثنين، وهنشوفهم برضه هنكشف عليهم دلوقتي، الله اكبر عليها. وفي تعديل بسيط عملناه، طبعا كان عندنا بيضتين هنا انتوا فاكرينهم طبعا، البيضتين خرجوا الحمد لله وطلعوا ايه، زغلولين. اكتشفت ان انا عندي انتايه عطال، حطيت تحتها بيضه هنا رقدت عليها، وبعد كده حطيت لها زغلول اكلته، رحت حطيت لها الزغلولين بحيث ان هي تاكل الاثنين دول ما شاء الله عليها، تاكلهم واهاليهم يبيضوا تاني، فاهمين؟ وبرضه عملنا تعديل تاني قدام هنشوفه دلوقتي، تابعوا معانا وهنشوفه. طبعا عندنا هنا القص ده ما شاء الله عليهم، القص البلدي برضو محصل الاثنين ما شاء الله، والاثنين باين عليهم انهم مخصبين، وعموما هنكشف على البيت كله تاني دلوقتي. وهنا التعديل التاني اللي احنا عملناه، القص المراسله على جمعيه كان تحتهم زغلول هنا، طبعا خدنا الزغلول من تحتيهم حطيناه مع ده، فهم الزغلولين كده مع بعضهم. ايه يا عم انت عامل فيه كده ليه؟ انا لقيت ان هم حجمهم قريب من بعضيهم، قلت بدل ما اعطل قصين لا انا خليني في قص واحد، هو قص يعرف ياكل الاثنين دول والقص التاني يبيض، مع اني حاسس بفرق حجم. عموما هنظبطها، لو حسيت بفرق حجم ممكن ارجعه مكانه تاني، انا لسه عامله امبارح فعادي هياكلوه يعني مش هيقولوا لا. فيلا نتابع. طبعا عندنا البيضتين دول بتوع القص برضو ايه، ده القص الجمعيات ما شاء الله عليهم، برضو الاثنين باينوا ان هم مخصبين برضو، هنشوف كل حاجه دلوقتي. وهنا عندنا سماسيم والله اكبر عليها تحتها زغلول ما شاء الله، الله اكبر طلعت واحد، واللي الزغلول تحتها ما شاء الله شايفين الحنيه، بس خلاص خلاص. خش على اللي بعد كده، عندنا طبعا القص البلدي ده ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر تحتهم حصويتين، دول القص اللي كانوا بياكلوا الزغلول الاسترالي اللي احنا شفناه في السلاكه دلوقتي، تمام؟ بس ده الفيديو بتاعنا النهارده، وده كان محتوانا النهارده في الفيديو. ردينا على الكومنت بتاع الاستاذ دوتي لانه هو بصراحه هو مش في دماغي، بس هو يعني ضايقني، مش عشان هو عمله لي يعني انا لو شفته عامله لاي حد تاني كان هيضايقني، لان انت مش من حقك تخش ترمي على الناس كلام وخلاص، فاهمين النقطه؟ بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، مش في دماغي اصلا الكومنت بتاعه، ولو دخل قال 100 تعليق تاني بنفس الطريقه دي مش في دماغي، طالما الناس موجوده وفي ناس حابه المحتوى بتاعي وناس بتدعمني انا ما عنديش اي مشكله في ان الناس تخش تقول تعليقات سلبيه. ما علينا، تعالوا نخش على المفاجاه الجميله، والمفاجاه اللي هتعجب ناس كتير واللي عجباني انا شخصيا وبجد بجد مبسوط بيها قوي. الحمام الجديد تقريبا كده الناس عرفته، يلا نشوف هو ايه معانا. بسم الله ما شاء الله، ده اول زغلول حمام كينج ما شاء الله، الله اكبر.
بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، والله الكاميرا ظلماهم. اثبت. طب استنى هنوريكم للناس وبعد كده طيروا. منهم لسه صغيرين زغاليل، فزي ما انتم بتشوفوا كده بيفضل يتنططوا كده. شايفين ما شاء الله، الله اكبر مستوى، اللهم صل على النبي. التكشيره لسه زغاليل اصلا ما بداوش يفكوا، انا لسه مشتريهم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين؟ طب تعالى، هتيجي طب على ايدي، تعالى على ايدي. طيب ما شاء الله، الله اكبر. المستوى بيتكلم عن نفسه. بسم الله ما شاء الله. طبعا النوع ده اتطلب مننا كتير قوي، وجبناه عشان الناس طلبته كتير، فتعالى عشان بس عشان ما تعوروش. واحده فيهم تنط كده ولا كده يحصل لها حاجه، انا مش ناقص، ما صدقنا وما جبناهم. تعالى بسم الله. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده خلاص خضعوا على المكان. طبعا هم عندنا بقالهم حوالي 4 ايام ولا 5 والله العظيم. وعشان اجيبهم حصل معايا موقف قسما بالله، بس اللهم لك الحمد. رحت اشتريتهم واديت للراجل الفلوس وخدت بعض ومشيت، ومجرد ما ركبت الاتوبيس بصيت لقيت في الشنطه بتاعتي، لقيت المحفظه بتاعتي اتسرقت والله، والبطاقه ضاعت، وكان فيها كارنيه جامعه، وكان فيها الفيزا بتاعتي، وفيها كارنيه بتاع الاشتراك بتاع القطر بتاعي، وكل حاجه اتسرقت مني والله. ما لقيتها تاني، ورحت امبارح عملت بدل فائد وطلعت محفظه جديده، بتاع دي بطاقه جديده. والراجل كتر خيره والله ما اثرش معايا، وفضل واقف معايا، دورنا عليها وسالنا عليها ناس كتير، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يمكن حاجه زي كده حصلت يعني ايه، فادت حاجه اكبر منها، والحمد لله جبنا الحمام وطلع بصحه كويسه والدنيا زي الفل. ولو على البطاقه مش حوار، هنطلع غيرها والموضوع سهل يعني ان شاء الله. بس دي كانت الفكره بتاع الفيديو بتاعنا. لا صح، لسه ما خلصتش. تعال بقى نكشف على البيض عشان بس نثبت للاستاذ اللي قال كده. والله العظيم وانا زي انا ممكن الناس تفكر ان انا الموضوع في دماغي قوي لان انا مهتوي قوي بيه، بس لا والله مش الفكره، بس عشان بس زياده التاكيد، وعشان اثبت للاستاذ واثبت للناس ان انا كلامي صح، وان انا ما بقدمش محتوى خلاص ولا بسرق محتوى ولا الجو ده كله. فاهمين النقطه ماشيه ازاي؟ نهارنا الفلاش بتاعنا طبعا دول لسه محصصين جديد، فهو ممكن يبان وممكن ما يبانش، عموما هنتاكد. بسم الله. لا دي لسه ما بانتش، ودي برضه لسه، لان الاصل ده لسه محصل اصلا ما كملش يومين، فدول لا مش هيبانوا دلوقتي. انا عارف ان هم مش هيبانوا دلوقتي. تعال كده بقى نخش على اللي بعدهم. ده القص ايه بتاعنا الجميل، تهجين. شايفين؟ مش عارف بقى يبان معاكم في الكاميرا ولا لا، بس زي ما انتم شايفين كده. بصوا الحته اللي هي الغامقه اللي تحت دي والفتحه دي، الحمد لله البيضه الاولى مخصبه اهي، ودي البيضه التانيه ما شاء الله عليها برضو مخصبه. زي ما انتم شايفين البيضه مكتومه ازاي. البيضه لو فاضيه بتبقى بتنور زي البيضتين اللي انتم شفتوهم فوق دلوقتي اهي. بصوا هتبان من تحت اهي، الحته اللي هي باينه من تحت خالص دي. شايفين؟ الحمد لله البيضتين مخصبين. ده اول قص عندنا محصل. تمام، حط لهم البيضتين بتوعهم. تعال نبص على القص اللي بعديهم، قص العبس بتاعنا ما شاء الله. استنى بالراحه بس لا يقعوا مننا. شايفين البيضه الحمد لله مخصبه اهي. استنى بقى انا اوريها لكم كويس. استنى بس ثانيه اطفي الفلاش اهي. شايفين اهي البيضه باينه اهي اهي. الحمد لله الاولى مخصبه اهي، وما شاء الله التانية برضو ايه مخصبه، العروق باينه فيها اهي. كده القص العبسي ما شاء الله الاتنين اللي تحتهم ايه مخصبين. بعد كده عندنا القص الاسترالي، هنكشف برضو على البطين بتوعهم. نحط الاولى هنا بالراحه ما شاء الله، الله اكبر. اهي البيضه مخصبه اهي ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالظبط، باينه اهي خالص اهي قدامكم في الكاميرا ان البيضه مخصبه. تمام، دي البيضه الاولى، دي فاضيه اهي، التانيه فاضيه. شايفين بتنور ازاي؟ ده الفرق بين البيضه الفاضيه والبيضه السليمه ما شاء الله. كده عندنا القص ده تحتهم واحده بس اللي مخصبه، والله كان نفسي يطلعوا الاتنين مخصبين، نفسي اخد منهم قص، بس يلا الحمد لله. بعد كده عندنا ايه القص السيلفر. بسم الله. محتاجين ان احنا نكشف برضه على البطين بتوعهم ما شاء الله، الله اكبر. الاولى مخصبه اهي زي ما انتم شايفين باينه قوي. تمام، التانيه فاضيه. شايفين بتنور ازاي؟ فهل يعني البيض لو بايظ كنت انا هعرف انقي بقى بيضه بايظه وبيضه مخصبه؟ تعال هنكمل، احنا مش هنخسر حاجه، نكمل ونثبت لك، مع اني مش مضطر ان انا اثبت لك، بس برضه حاجه زي كده لازم اعملها. ما شاء الله الله اكبر. الاولى مخصبه اهي، والتانيه برضه مخصبه اهي ما شاء الله، الاتنين مخصبين. عندنا ايه تاني؟ القص البلدي ده، خليك هنا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. الاولى زي ما انتم شايفين اهي مخصبه اهي، لو ركزت اصلا هتلاقي الحمامه بتتحرك جوه الحصوايه. شايفين بتتحرك اهي. والتانيه ما شاء الله برضو مخصبه، كاتمه خالص اهي.
الاتنين كده مخصبين. عندنا مين تاني تحت بيض؟ القص ده ممكن ما يبانش عشان الدنيا هنا نور، بس هيشوف برضو مخصبة الاولى اهي ما شاء الله، والتانية برضو مخصبة ما شاء الله عليها. فكده اللهم لك الحمد، عندنا البيض كله مخصب، وعندنا الحمام الباقي مطلع زغاليل، وكده الحمد لله الله اكبر. يعني الحمام معانا زي الفل والدنيا زي الفل. دي كانت الفكره بتاع الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعملوا لنا لايك جميل، ويا ريت اللي مش عامل متابعه يتابعنا عشان خلاص هانت، وزي ما قلنا نوصل 2000 متابع ان شاء الله، نوصل بيكم ونوصل مع بعضينا، وباذن الله يا رب المحتوى بتاعي يكون عجبكم والدنيا تبقى تمام ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.